ووضعها على دموع الأميرة المتساقطة، وحالا تحولت الشعرة الحمراء إلى زهرة جميلة حمراء اللون. فرحت الأميرة وأخذتها وغسلت شعرها في حوض به ماء ووضعت فيه بتلات الزهرة الحمراء، فانكسرت اللعنة. فسأل الملك والد الأميرة الشاب: من أين أتيت بهذه الشعرة الحمراء؟ فأجاب الشاب: عندما كنا صغارا أنا والأميرة كنا أصدقاء، وتبادلنا خصلات من شعرنا كعلامة على ولائنا. فأكدت الأميرة ذلك، وأخرجت هي أيضا صندوق به خصلة من شعر الأمير. سعد الجميع بهذه الأخبار، وتزوج الأمير والأميرة في ذلك اليوم بعينه. وعندما علمت الساحرة الشريرة انتفخت بالحقد والغيرة حتى انفجرت إلى 1000 قطعة.